إن لنفسك عليك حق. لهذا من حق نفسك عليك أن تهجر كل من لا يقدرها ولا يعرف قيمتها، كل من يقلل وينتقص منها، كل من يؤذيها، كل من يهدر عمرك ويحبطك ويطفئ جدوتك. تذكر أن من حق نفسك عليك أن تعرف قدرها، فلا تمنحها لمن يدمرها، بل لمن تزهر معه وبه ومن خلاله، مع من يراك شريكا ورفيقا وحبيبا، لا تابعا أو مرافقا أو عابرا، مع من يرى العمر من خلالك، لا مع من يبيعك عندما تتغير ظروفك أو تغير الدنيا من أحوالك. تذكر أن لنفسك عليك حق، فلا تضيعها من أجل من لا يعرف. ظلم النفس العدو الخفي للنجاح والارتقاء. هل شعرت يوما أن الحياة تقسو عليك؟ هل ألقيت اللوم على الظروف، الناس، أو حتى القدر؟ ربما حان الوقت للنظر في المرآة، لأن أعظم ظلم قد تتعرض له هو الظلم الذي تمارسه على نفسك دون أن تشعر. ما معنى ظلم النفس؟ ظلم النفس لا يعني فقط ارتكاب الأخطاء، بل هو أن تحاصر نفسك في دائرة الإحباط، أن تقلل من قيمتك، أن تستسلم لعاداتك السيئة، وأن تقف في طريق تطورك. هو أن تعرف طريق النجاح لكنك تختار السير في الاتجاه المعاكس، أن ترى الفرصة أمامك لكنك تتردد حتى تضيع. كيف نظلم أنفسنا؟ بالتقليل من قدراتنا، حين تكرر لنفسك أنك لا تستطيع، لست جيدا بما يكفي، أو فات الأوان، فأنت تبرمج عقلك على الفشل قبل أن تبدأ. بالتسويف وتأجيل العمل، كل لحظة تؤجل فيها حلمك فإنك تسرق من نفسك فرصة جديدة للنمو والتطور. بالبقاء في بيئات سامة، الاستمرار في علاقات أو أماكن تسحب منك طاقتك وتقتل طموحك هو ظلم عظيم لنفسك. بالاستسلام للخوف، حين تخاف من التجربة، من السقوط، من كلام الناس، فأنت تحكم على نفسك بالسجن داخل منطقة راحتك. بإهمال تطوير الذات، عدم القراءة، التعلم، أو تطوير مهاراتك هو تدمير بطيء لمستقبلك. كيف تتحرر من ظلم نفسك؟ تحمل مسؤولية حياتك، لا أحد مسؤول عن نجاحك أو فشلك إلا أنت. القرار بيدك. غير حديثك مع نفسك، استبدل العبارات السلبية بأخرى إيجابية، فأنت أقوى مما تظن. واجه مخاوفك، النجاح ليس غياب الخوف، بل القدرة على التحرك رغم وجوده. استثمر في ذاتك، اقرأ، تعلم، مارس، جرب، وطور مهاراتك كل يوم. حدد هدفا واضحا، لا تعش حياتك بلا اتجاه، اجعل لحياتك معنى ورسالة. اتخذ خطوة اليوم، لا تنتظر الظروف المثالية، ابدأ الآن ولو بخطوة بسيطة. الختام: أعظم انتصار تحققه في حياتك هو أن تتحرر من ظلمك لنفسك. تذكر أن الحياة لا تنتظر والعمر يمضي، فإما أن تكون سيد قرارك أو تبقى أسيرا للندم. الخيار لك،